عايز اقول لك ان مسؤولين جوه نادي الزمالك متمسكين جدا جدا بعبد الله السعيد. العلاقه ما بين عبد الله السعيد وجون ادوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك مميزه جدا جدا. عبد الله السعيد رغم ان هو مش كابتن نادي الزمالك، بس من اول ما جون ادوارد جه وعبد الله تقدر تقول كده ان هم بيتعاملوا معاه ان هو كابتن نادي الزمالك. ليه صلاحيات جوه اوضه لبس نادي الزمالك، لعيب كبير، هو حلقه الوصل ما بين اداره الكوره في نادي الزمالك وما بين اللعيبه. عبد الله السعيد عنده الرغبه ان هو يكمل مع نادي الزمالك، عنده الرغبه ان هو يستمر مع نادي الزمالك. المفاجاه بقى ان مجلس اداره نادي الزمالك واداره الكوره في نادي الزمالك بيجهزوا لعبد الله السعيد لما بعد الاعتزال. يعني عبد الله، انا باكد لك، عبد الله سيعتزل بقميص نادي الزمالك ولن يرحل نهايه الموسم الجاري. المفاجاه ان هم بيجهزوا ما بعد الاعتزال لمنصب اداري مهم جدا 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 لعبد الله السعيد. له حريه الاختيار، هتعتزل نهايه الموسم ده، هتلعب موسم كمان، هم متمسكين بيه وهيديله حريه الاختيار في تحديد موعد اعتزاله. وبيجهزوا من دلوقتي المنصب الاداري بتاعه ان عبد الله حتى بعد الاعتزال يفضل موجود جوه نادي الزمالك.